الشعب كامل يخلص دراهم البطاله، بصح ما يعرفوش بدراهم هذوك يقدروا يديروا مشروع غير في الدار. المشروع تاعنا اليوم هما كؤوس سعاده. هذه التحليه جد اقتصاديه مليحه لصحاب المشاريع ومليحه لكم ديروها وصفه في الدار. وصفه كالعاده خبوها في عينيكم. الكريمه نحتاجوا ريت تاع الحليب، ساشي فلون بذوق الفراوله، ودرت هنايا زوج مغارف تاع الفوغاج يعطونا ذوق بزاف شباب. نديروا زوج مغارف كبار تاع المايزينا ونخلوا الكريمه تاعنا تعقد لنا، من بعد نخلوها تبرد لنا واحد 10 دقائق برك. هذا ما كان من جهه درت لاجينواس تاعي بزاف سهله، 4 تاع البيض، كاس الا ربع تاع السكر، ونخلطوهم كامل حتى لما يتبدل اللون ويتضاعف القوام. دوكا واش راح ندير؟ نضيفوا نص كاس تاع الحليب يكون دافي مع نص كاس تاع الزيت، ونزيد نعاود نخلط. نجيبوا هنا كاس معمر تاع الفرينه بنفس الكاس اللي خدمنا به مع ساشيه خميره الحلويات، نخلطوا مليح. ودوكا واش راح ندير؟ مع الاخر نسيت لافاني ايا درتها. نجيبوا البلاطو تاعنا كيما شفتوا، نخلوها طيب لنا واحد 20 دقيقه على 180 درجه. وشوفوا لي هذيك لاجينواس تاعي بزاف ناجحه وهايله. هنايا من جهه طلعت كاس بودره الشونتي مع كاس تاع الحليب يكون بارد. ودوكا واش راح ندير؟ نجيبوا هذيك الكريمه تاعي الاولى نضربوها مليح كما شفتوا هنايا بالباتر، ودوكا نضيف عليها نص الكميه تاع لا شونتي، يعني هكا باش تعطي لنا لون شباب وذوق شباب. هنايا جبت الكؤوس تاعي، حطيت الطبقه الاولى لاجينواس، الطبقه الثانيه تاع الكريمه، وزدت لاجينواس. ودوكا نروح نجيبوا الفوغاج تاع فرويور بذوق الفواكه الحمراء، كما تقدروا ديروا اي ذوق عندهم الفوغاج هذا من الداخل، صح فواكه حقيقيه. ودرك الوصفه راهي لك واجده، واش رايكم فيها؟ جربوها. السلام. فكرة مشروع رمضان 2026. حبيتي ديري حاجة اللي تنفعي بها روحك، ما يليق غير هاد التحلية اللي برا دير ربعينات. انتي غير بالصرف ديري كمية كبيرة وتدخلي بها دراهم. ونبداو دوكا بلا كريم اللي فيها كاس لابودر تاع الشونتيي، زوج علب تاع ياغورت تاع الفلون، فروماج ريجيم، وفنجان تاع الحليب. ونطلعوا الخليط ديالنا مليح. وهاد الكمية راح ديرلك 16 علبه الله يبارك. قسمت لا كريم تاعي على 4، انا درت 4 نكهات وراح نخليو لكم مكتوبين بالتفصيل في صندوق الوصف. بالنسبه للكاطو تقدروا ديروا بودواغ ولا كاطو ملحي مع الزبده، ولا ميم تقدروا ديروا جينواز غير بزوج حبات بيض. راح نخليها لكم تاني مكتوبه تحت في صندوق الوصف باش لا فيديو برك ما تجيش طويله. كيما انا درتهم للدار دونك عمرت من تحتها لي بودواغ، زدت لا كريم وزدت كوش واحده اخرى تاع لي بودواغ وزدت لا كريم من الفوق. والتزيين يقعد اختياري، تقدروا ديروا ميم الفاكهه من الفوق تزينوا بهم. وفي ميسكم واش من القوت اللي عجبني اكثر. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. ما تنساوش ديروا لي ابوني وتشجعوني باش نحط لكم بزاف وصفات اللي على بالي راح يعجبوكم. ودوكا ما بقى لي غير نقول لكم باي باي على بروشين فيديو ان شاء الله. فكرة مشروع رمضان 2026 الجزء الرابع. واليوم راح نديرو خبز تونس مع جميع اسراره وصعب البيع. الحاجه الاولى نبدا نخدم الشربات اللي فيها كاس ونص سكر مع 3 كيسان ماء و2 طرونش تاع قارص. نحطها فوق النار حتى تغلي وتولي دير فقاعات كبار ونطفي عليها. ودوكا نجو للصح في ريسيبيون ندير 4 بيض، لافاني والزيت تاع القارص اختياري. نزيد عليهم نص كاس سكر ونخلطهم، ونزيدو كاس فيه نص زيت ونص مارغرين. وفي الاخير نزيد كاس ونص تاع لا شابلور مع كاس كاوكاو يكون محمص ومطحون مع كيس تاع خميره كيميائيه 10 غرام. والقوام اللي نتحصلوا عليه يكون ثقيل. انا استعملت هذوما ليمون اللي يدخلوا للفوغ 50 حبه ب 30,000. عمرتهم بالخليط ديالي نص بر كيما كنت نوري لكم في لا فيديو. وبعد ما عمرتهم كامل دخلتهم يطيبوا من التحت، وكي تحمروا زدت شعلت لهم من الفوق باش يزيدوا يتحمروا ثاني. خرجتهم ودرت عليهم زوج مغارف تاع الشربات اللي خدمناها كيف ديكوريتهم. وهذه كانت النتيجه. ان شاء الله تكون عجبتكم، راح تجيكم الشربه حتى للقلب. وبالنسبه لي سعر البيع 6000 للحبه. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. ما تنسوش ديروا لي ابوني وتشجعوني باش نحط لكم بزاف وصفات اللي على بالي راح يعجبوكم.